كنت نزلت سؤال عندي على الفيسبوك وكنت بسأل فيه ايه اكتر سبب خلاك عيطت في يوم من الايام. قريت كل الكومنتس الحقيقة، وطبعا كانت الكومنتس كلها معظمها عن وفاة اب، وفاة ام، وفاة حد من الولاد. وطبعا بقى الخذلان، يعني كتير جدا بيتكلموا عن الناس اللي خذلتهم والناس اللي اذتهم وكده. ما عدا كومنت واحد بس بصراحة هو اللي شد انتباهي قوي، وكان كومنت واحد بتقول، حد كان بيقول يعني اذيت احدهم في يوم من الايام وانا دلوقتي اللي بحاول اتعافى. بالصدفة البحتة تاني يوم قريت بوست ليه علاقة بالكلام ده. واحدة كاتبة بتقول ان في واحدة كلمتها في التليفون وقالت لها انا فلانة ارجوكي ما تقفليش. فلانة دي كانت اذتها زمان، يعني تسببت لها في اذى وظلم زمان، فبتترجاها انها ما تقفلش التليفون علشان بتستسمحها انها تسامحها. طبعا احنا كلنا بنتعرض للظلم او الاذى، او لو احنا اذينا او ظلمنا. الناس اللي بتأذي او بتظلم دي ممكن تأذي وتظلم وبعد كده تمشي في دنيتها وفي حياتها، وبتنسى اصلا انها ظلمت وانها اذت، وعادي ما بيحسوا ان هم ما عملوش اي حاجه، وبيمشوا حياتهم عادي. وحياتهم كمان ممكن تكون كانت ماشيه كويس جدا جدا لدرجه ان هم ما يفتكروش اصلا في يوم من الايام ان هم عملوا حاجه في حد، لحد ما بيجي موقف معين بيفكرهم بكل حاجه تانية. وبعد كده بيحاولوا يدوروا على الناس اللي اذوهم او ظلموهم دول، وبيتمنوا ان هم يسامحوهم. طبعا احنا عارفين ان ربنا بيغفر كل حاجه ما عدا ظلم العباد. لو حظك حلو بقى ان انت قدرت توصل للشخص اللي هو ظلمك، لان عاده الناس اللي بتظلم او بتاذي دي بيكون علاقتهم اتقطعت ببعض. الحلو في الموضوع، او لو كان حظك حلو ان انت قدرت توصل للشخص ده وفعلا سامحك، او لو كان بقى حظك وحش ان الشخص ده من كتر الاذى والظلم مش قادر ينسى ده ومش قادر يسامحك، فمش عارفه بصراحه الوضع ساعتها هيكون ايه. او بقى لو كان بقى موقفك اسوأ واسوأ، ان الشخص ده مثلا لا قدر الله توفى او حاجه. فيا ريت يا جماعه اي حد بيظلم او اي حد بيأذي يفتكر اليوم ده كويس قوي، يعني شئنا ام ابينا اليوم ده جاي، فخلي بالك.